السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا يا جماعه، ايه رايكم في سندوتشات اللذاذه دي؟ هي الحقيقه ما تتسماش غير سندوتشات السعاده او سندوتشات اللذاذه. هتشوفوا بنفسكم وهتحكموا. يلا بينا. اول حاجه معانا هنا تقريبا 2 كيلو الا ربع من في اوراق الفراخ المتقطعه شاورما. ممكن حضرتك تقطعيها مربعات صغيره خالص. تمام. وانا ممكن كمان نستخدم هنا اهو الصدور مش الاوراق. طيب معانا بصلتين حمر، ومعانا بصله بيضه، وفلفل اخضر واحمر حامي وبارد. معانا فلفل اسمر، ومعانا كمان بهارات الكيجن. وبهارات الكيجن دي يا جماعه بتلاقوها في مصر دلوقتي، وممكن تلاقيها في البيج لاتس في امريكا بكميات قليله. تمام. ودي بابريكا، ومعانا كمان ملح، ومعانا حبهان باودر، وليمون بيبر. والليمون بيبر حضرتك لو مش متوفر عندك تقدري تستخدمي نص ليمونه، وقشر الليمونه تبشريه. ومعانا زعتر، ومعانا بصل باودر، ومعانا توم باودر. هي دي كل البهارات اللي معانا، وكمان معلقه من مرقه الدجاج، معلقه واحده. تمام. طيب هننزل بقى برشات من كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها، وان شاء الله هكتبها لكم في الكابشن او في صندوق الوصف. طيب احنا دلوقتي بالنسبه لبهارات الكيجن يا جماعه، دلوقتي هي بتتباع في مصر، بس لو حضرتك مش عندك منها يبقى خلاص حطي بس كده زي رشه من بهارات الفراخ. تمام. بس بهارات الكيجن بتدي طعم حلو قوي فيها. فهي بتتباع هنا في امريكا مع التوابل عادي، او كمان في البيج لاتس او في كروجر او المحلات دي. هنقلب كويس، وبعد كده هنبدأ ننزل بشوية من زي مثلا نص فنجان كده من زيت الزيتون او الزيت النباتي لو مش متوفر زيت زيتون. تمام. خلصنا تقريبا كده. هنسيبها في التتبيلة دي ساعتين، وبعد كده نبدأ نشتغل. مش لازم تسيبيها وقت طويل ولا تبيتيها ولا حاجة. يلا هنبدأ بقى على جريل سخن كده، دهناه بشوية من الزيت، وبعدين هنبدأ اننا ندي للعيش كده تحميصه خفيفه كده. وبتتعمل التحميصه دي من جوه بس مش من بره، لان لو عملتيها من بره هتخلي العيش يفتفت معاكي، هو من جوه وبس. تمام. بتخلي العيش على فكره طعمه جميل، وبتدي تاتش للساندوتشز كده، حاجه كده في منتهى الجمال. يلا بالشكل ده اهو هنخلص الكميه كلها. طيب بالنسبه للليمون بيبر، ليه قلت لحضرتك انك تستخدمي معاه كان ونص ليمونه؟ لان ده فلفل اسمر بالليمون، وحضرتك تقدري، وبيبقى مبشور فيه كمان قشر الليمون مجفف، فحضرتك تقدري تاخدي قشر الليمون وتاخدي معاه كمان نص الليمونه وتعصريها على الفراخ. هنا بقى جبنا طاسه سخنه، حطينا فيها شويه حلوين كده من زيت الزيتون، يكونوا زياده شويه. وبعد كده هنبدأ نحمر فيهم الفراخ، بس لازم الطاسة تكون سخنة قوي عشان الفراخ ما تنزلش مية، وهي ان شاء الله مش هتنزل مية، لان احنا مش حاطين فيها ولا بصل فريش ولا طماطم فريش، احنا حاطين توابل بس. بصي بقى اهو، اول ما خدت كده يدوب كده تحميرة خفيفة او تشميعة خفيفة، هنبدأ اننا نقلبها لغاية لما كلها تاخد اللون ده، وبعد كده نبدأ اننا نشيلها. بالنسبة للملح في الفراخ والتتبيلة انا مش مكترة الملح، لان احنا لسه فاضل عندنا مكونين ما قلناهمش، وهم الزيتون الاسمر او الاخضر، وده اوبشنال، ده حاجة يعني اختيارية، حضرتك تقدري تشوفي اذا كنتي حابة تحطيها ولا لا. ومعانا كمان جبنة، وده اساسي جدا في الوصفة، بس الحقيقة ان الزيتون والجبنة ادوا طعم تحفة، وهو لازم يتحط عليها جبنة. تمام. بصي هناخدهم بقى بالشكل ده شوية شوية، وكل شوية بتطلعيهم لازم تغطيهم من فضلك ببلاستيك راب، او تغطيهم بطبق عشان يفضلوا محافظين على الطراوة بتاعتهم، لانها اول ما بتطلع من الزيت مش بتكون طرية، فعشان نخليها طرية نعمل ايه؟ نغطي عليها زي طبق او بلاستيك راب. تمام. خلصنا كده. لو لقيتي الزيت اللي في الطاسة ده كتير في الاخر هتقلليه شوية، انا قللته بقى شوية، وهو رجعت بقى تاني احط فيه ايه؟ البصل الاحمر والابيض بالشكل ده، اللي هم بصلتين حمر وبصله بيضه. والبصل الاحمر بيبقى جميل لانه بيدي طعم مسكر جدا في الساندوتش ده، وحضرتك ممكن تحطي احمر بس او ابيض بس، لكن الاتنين ميكس مع بعض ادوا طعم حلو قوي. نزلت بقى بالفلفل الاحمر والفلفل الاخضر الحامي والبارد، وكلهم متقطعين كده كاروهات صغيره. وبعدين نزلت بشويه من الفلفل الاسمر فقط،
تمام. هياخدوا تشويحه، اول ما نلاقي كده ريحتهم طلعت هننزل عليهم بقى يلا بالفراخ. بصوا بقى يا جماعه الريحه اللي هتطلع دلوقتي مش قادره اوصف لكم على جمالها. هنفضل كده نقلبهم لغايه لما كده يندمجوا مع بعض وياخدوا ريحه حلوه كده. وبعد كده بقى هنجيب الامريكان تشيز او الجبنه الامريكيه اللي هي اللي بتتحط على البرجر، اللي هي السلايسز دي، وهنحط كده منها 3 سلايس كده مع بعض بالشكل ده. قطعتهم كده وحطيتهم، وشويه من التشيدر المبشوره، وشويه كمان من الجبنه الموتزاريلا المبشوره برضو. وبعدين هنغطي عليهم ونوطي النار. طب لو حضرتك الجبنه عندك مش حلوه ومش بتسيح، هتفتحي وتحطي معلقتين ميه بالعدد، معلقتين بس، وتقفلي الغطا تاني عشان البخار يساعد في ان الجبنه تسيح. تمام. بصوا بقى المنظر، شايفين الجبنه ساحت وتحفه ازاي؟ يلا ننزل بالزيتون. هنا ممكن تحطي زيتون اسمر او زيتون اخضر براحتك خالص، بس الحقيقه ان هو بيدي اضافه وطعم حلو قوي قوي قوي. والله يا جماعه الكل بدون مبالغه كان منبهر جدا وفرحان جدا ومبسوط قوي بطعم الساندوتشز دي. يعني مش عارفه اوصف لكم بصراحه. انتوا بنفسكم جربوا بليز وارجعوا لي في التعليقات وقولوا لي رايكم ايه. طيب بالنسبه بقى للعيش، احنا بنحط كاتشب او بنحط مايونيز او بنحط اي حاجه كده؟ نو، مش بنحط اي حاجه ابدا. هي فيها جبنه كافيه، والجبنه بصراحه بتغني عن كل الصوصات اللي ممكن تتخيليها حضرتك. هي مش محتاجه اي صوص ابدا ابدا ابدا، هو بس كده. وبس تعملي جنبها شويه من البطاطس المحمره وتخلي جنبهم كاتشب، تمام، يبقى حلو قوي. لكن هي مش محتاجه اي حاجه تانية غير كده. لان هي انت عارفه الجبنه لما بتسيح بتديكي كده طعم غني وريتش كده قوي. فانت حقيقي مش محتاجه حاجه مع الساندوتش ده غير انك تاكلي بالهنا والشفا. الساندوتش ده يا جماعه من اختراعي وانا عاملاه. الحقيقه مش اول مره اعمله، بس انا حبيت اشاركه معاكم لان انا بحبكم والله جدا. فحبيت ان انا اشاركه معاكم. وهو بصراحه فكرته كانت جايالي من ان احنا بنحب ناكل اللي هو الستيك فلي، وقلت ليه ما نجربش نعمل الساندوتش ده. ولما عملته بصراحه البيت كله عندي كان مبسوط بيه قوي، وعملته اكتر من مره. فقلت لا، لازم بقى انزل لكم الوصفه دي علشان ايه، حر الصيف والحاجات دي، وكمان للمدارس لو تحبوا كمان الاولاد ياخدوهم معاهم في المدرسه، فبتبقى حاجه جميله قوي. وان شاء الله يعني تجربيها وبجد هترجعي تاني وتقولي لي. بصي بقى، انا جايبه اهو الساندوتش عشان اقربه من الكاميرا واوري حضرتك منظره عامل ازاي. بصي، عشان كده بقول لك ما تحطيش ولا مايونيز ولا كاتشب. شايفه الشكل؟ بصي اللمعه، ده معناها ان هو بجد ساندوتش ريتش جدا وغني قوي وطعمه حلو قوي. عناصر غذائيه فيه جميله جدا، وبصراحه يعني فيه كل العناصر الغذائيه. جربي بس كده، ومن فضلك ارجعي في التعليقات وقولي لي اذا كان الساندوتش عجبك ولا ايه بالظبط. واي سؤال اهلا وسهلا بيكم، ببقى مبسوطه جدا بالاسئله وببقى فرحانه جدا، وتحت امركم في اي سؤال طبعا. بصي شايفه الجمال؟ ايه رايك؟ والله حاجه كده جميله قوي. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، ولو جربتوه وعجبكم هستنى تعليقاتكم، واشوفكم في فيديو جديد. وما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي.